مجرد ما شافت الفلوس اتجننت، وقالت ان ده مش واخد باله من الفلوس، وقالت لجوزها ان في فلوس تحت الجرجير ده. طبعا الراجل قال له بكام الجرجير؟ قال له هم دول اخر حاجه عندي وهبيعهم وخلاص همشي. انت عاوز اديه خد لك رابطه؟ قال له لا، سيب كل حاجه زي ما هي، يلا يا بنتي يلا بينا، مفيش اي حاجه من الحالات دي. قالت له لا، انا شفت بعينيا ومتاكده ان في بواكي تحت الجرجير ده، واحنا عاوزين نخلص القصه دي وناخد الفلوس ونقلب. الفاكرين قال ان ممكن حد يقدر يضحك على تاجر او واحد في الشارع بالشكل ده. المهم خلينا نتفرج على القصه دي لان بجد قصه جميله جدا. في واحد تاني اهو تبعه طبعا، يعني عشان نبقى ايه بس فاهمين القصه من الاول. فبيقول له انا هاخد الشويه دول، قال له اتفضل. فالتاني قال له لا، انا واقف قبليه وعاوز اخد انا. قال له لا لا لا، قال له يا عم هاخد رابطه واحده بس وانت في كتير قدامك اهو. قال له لا، انا هاخدهم كلهم. فالتاني مصر برضه مصمم جدا انه ياخد اي رابطه من الرابطات دي علشان يخلع ويطير ويشوف الدنيا بتاعته فيها ايه. فتمثيليه طبعا معموله على الاتنين دول. المهم خلينا نتفرج لان بجد 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 الموضوع طلع فعلا مثير. احنا كمان كلنا شفنا الفلوس تحت الجرجير ده. المهم خلينا نركز. قال له يا عم طب خد الرابطه دي وطير. قال له يا عم زي الفل، حلوه الرابطه دي زي الفل جميله، طب السلام عليكم وعليكم السلام، اخد بعضه ومشي. الراجل عمال واقف وعمال بيفصلوا معاه اللي هم يشيلوا بينا كلها كل اللي موجود. فالمهم الراجل بيقول له يا عم زول خد اللي انت عاوزه، انت هتاخد كل ده ليك. ده هو كمان بيبين له اللي هو مش عاوز يبيع له كله على اساس هو ما يعرفش اي حاجه اصلا عن الموجود تحت الجرجير، اللي هو صاحب الايه، صاحب الجرجير ده. الجرجير المهم احنا نركز بس في الموضوع لان بجد الموضوع ده جميل جدا 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 وغريب وعجيب في نفس الوقت. لان بص عاملين بيتحايلوا عليه خلاص بقى احنا هناخدهم كلهم بقى وهنديك بقى اللي في النصيب بقى وبتاع. قال خلاص مش موافق، طب انا هاخد بعض وامشي. في البيت برضه بقى فتقول له يا عم ده في بواكي تحت، حتى لو اشتريناهم كلهم هنكسب كتير جدا لان في فلوس تحت متنتنه انا شفتها بعينيا. فالراجل ما شافش حاجه، هي بس اللي شافت، وهو ماشي على كلامها واحنا كلنا شفنا طبعا. بس اللي حصل بقى خلينا نشوف. خلاص احنا نشتري دول، نشتري دول، خليهم زي ما هم كده، ما يعني خليهم بربطتهم، هات لي بس اي حاجه من عندك نحطهم ايه فيها. ها، احول الله يا رب، احول الله يا رب. طبعا الراجل عاوز يبيع وينجز ويخلص ويمشي علشان يشوف دنيته فيها ايه. خلاص بقى مين بيفصلوا معاه؟ لا بقرش، لا بقرشين، لا ب10 جنيه، لا مش ب20 جنيه. هوب 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 في الاخر هم هيرسوا على تمن كده وهيدفعوا وهياخدوا الجرجير وهيمشي. بس بص بقى وهو بيحط الجرجير في السمك ايه اللي هيحصل؟ ها، تتفرج كده. فخلاص مراته بتقول له خلاص بقى هو امرنا لله، هم غاليين غاليين بس يلا مش اشكال، هنشتريهم امرنا لله. فاتفرج كده نشوف بقى ايه اللي هيحصل. تقول له تمام، لا مش تمام، لا طب نزل لنا حاجه، لا طب مش عارف ايه. بيقول لها طب في واحد قدام لو انت عاوزه تروح تشتري منه راح يشتري منه. فبيقول لها لا خلاص احنا استريحنا لك يا عم الحاج هنشتري. قال له بقى سيب بقى كل حاجه بقى، خلاص اتفقوا على السعر بقى خلاص بقى. قال لك بقى خلاص سيب سيب سيب. امال انت عاوز تعمل ايه؟ قال له خد يا عم ادي فلوسك اهي. تمام تمام قشطه قشطه روقان حلو قوي كده. تعالى بقى نشوف بقى هيعمل ايه في السمك اللي جنبه ده. اتفرج بقى يا سيدي الناس. طبعا القصة دي بجد يعني ممكن تحصل فعلا وممكن ما تحصلش يعني في بس صعب جدا ان حد يقدر يضحك على تاجر. خلينا بس موجود. قال له بس خلاص حاجة بقى تخصني مالكش دعوة بيها خالص خالص خالص. انا هاخدهم كده زي ما هو وشالهم كده هنا بينا وراح حاططهم جوه السمك زي ما احنا شايفين كده. عاوز ياخد بيت الحاجة؟ قال له لا احنا اتفقنا على دول بس. طبعا هي طبعا اللي تهمها هم الجرجير دول. يا عم لو هترجع في البيع خلاص يا عم خد فلوسك وطير. قال لا 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 زي ما هي كده، زي ما هي. أخد بقى السمك هو ومراته وراحوا كده على جنب علشان بقى يشوفوا البواكي. كده على الصايع البياع ده. المهم خلينا نتفرج كده بس عشان اللي هتشوفه هتستغرب له جدا جدا جدا. اتفرج كده يا سيد الناس. طبعا واخدين السمك طبعا وقال لك بس احنا كسبنا ملايين، كسبنا باكوين باكوين متأستكين متأستكين. اتفرج اهم الفلوس اهو. صدقتني صدقتني لا انا مش عارف ايه. طيب يجي بقى يعد الفلوس، طلع صايع قوي الراجل بتاع الجرجير ده. ده كله ورق ابيض، حتى الفلوس اللي فوق مزوره باين ولا لعبه دي ولا ايه. المهم خلينا نتفرج كده كله ورق ابيض والفلوس اللي فوق دي كلها
ألوان بس مش حقيقية طبعا. اتفرج يا سيدي الناس اهو بيقول لها ده اللي احنا دفعنا فيه كل الفلوس اللي معانا، طب احنا هنكمل الشهر ازاي؟ انا بصي ما تقوليش على اي حاجه تاني عشان كل ما اسمع كلامك بتغرقين. انا كنت عاوز مصلحتك، انا كنت مش عارف ايه. طبعا الكلام ده كله بلح دلوقتي لان خلاص خلص من الفلوس. اتفرج بقى على الراجل التاجر ايه اللي هيحصل. طبعا الناس دي دفعت كل الفلوس اللي معاهم، ما عادش بقى معاها فلوس تكمل طول الشهر، خلاص اشتروا بيها كلها جرجير. المهم بقى اتفرج بقى على ايه، على الراجل بقى التاني اللي هو التاجر وصاحبه اللي هو اشترى منه ربط. قال له تمام، خلاص بقى خنقتيني بقى سيبيني في حالي بقى، انا كنت عاوز المصلحة بس اهو. طلع الراجل ابن الدنيا تاجر علم. المهم بقى اتفرج بقى، جاله بقى صاحبه قال له تمام، قال له تمام جدا واخد كل الحاجة. وانا بيقول له انا مثلت تمام، قال له انا مثلت، انت مثلت 10/10 وروقانه 100/100. طب يلا بقى قسم بقى بالنص بقى عشان نروح بقى نشوف بقى هنعمل ايه بقى. قال له تمام يس يلا بينا نخلع من هنا بسرعة علشان ما يجوش تاني. بص بقى الراجل ده هيعمل ايه. خلع، خلع اسمع مني، خلع اهو. اخدله في اسنانه وخلع.